عاما، وهو هل يمكن أن يبتلي الله تعالى الإنسان بمعصية؟ هو المقصود بالابتلاء هو ما يعرض للمكلف من مصاعب ومشاق فيها كلفة، تحتاج إلى صبر واحتمال أذى، تحتاج إلى صبر جميل وإلى كظم غيظ وإلى توثيق الصلة بالله تبارك وتعالى لأجل التغلب على هذه الكروب ومجاوزة المحن، ولأجل أن يثبت الله تبارك وتعالى عبده هذا. أما أن يعرضهم لفتن بالمعاصي والمحرمات فهذا لم أطلع عليه. نعم. وهناك أثر يروى، بعضهم يرويه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن الأنبياء أشد الناس ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل. وفي بعض الروايات أن الله تعالى يبتلي العباد بقدر إيمانهم. ولكن هذه الآثار لا تخلو من مقال من حيث أسانيدها. أما من حيث ما تدل عليه متونها فنحن نجد أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم من أعظم الناس بلاء. فقد ابتلوا بصنوف من التكذيب والعداوات والتنكيل والتهجير والاستهزاء والسخرية والوصف بأسوأ الأوصاف والقطيعة. ويكفينا أن نأخذ سيرة أبي الأنبياء خليل الرحمن عليه السلام لننظر في أنواع الابتلاءات التي ابتلي بها. وهكذا شأن الأنبياء والرسل من بعده إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه لا يكاد نجد شيئا من البلاء الذي مر به الأنبياء والرسل قبله عليه الصلاة والسلام إلا وقد أصيب به هو عليه الصلاة والسلام أو بشيء منه. فإذا كان هذا حال الأنبياء والرسل وهم أعظم الناس مكانة عند الله تبارك وتعالى وأعلاهم منزلة، فكيف بمن سواهم من الناس؟ وما هذا إلا لأجل التمحيص والتطهير ورفع الدرجات، ولأن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يتقربوا إليه بالذكر والدعاء وبالاستمساك بعروته الوثقى. فمن شأن المسلم دائما حتى وإن عرضت له فتن من المعاصي والمحرمات أن يكون ثابتا على الصراط المستقيم، متوجها إلى الله تبارك وتعالى، متذكرا للآخرة، ساعيا إليها، مدركا موقنا أن الحياة الدنيا إنما هي فتنة، فهي دار ابتلاء واختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله تعالى الموفق، وهو جل وعلا أعلى وأعلم. جميل.